بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن تأسيس مدينة القطائع وبناء جامع أحمد ابن طولون. بدأ أحمد ابن طولون عهده بتأسيس عاصمة جديدة لدولته لتكون عنوانا لاستقلاله ومركزا لحكمه وحكم أبنائه من بعده ومعسكرا لجيشه، وقد اختار موقعها في شمال العسكر، وسميت بالقطائع لأنه قسمها إلى قطائع ووزعها على جنده وحاشيته وكبار رجال دولته، وأسكن كل عنصر منهم في قطيعة خاصة بهم وسميت باسمهم، مثل قطيعة الروم وقطيعة الفرس وقطيعة السودان. كما أسكن التجار والصناع كل صنف منهم في قطيعة خاصة بهم سميت باسمهم، مثل قطيعة الطباخين والفوميين نسبة إلى الفوم أي التوم. وكان يسكنها الخبازون والبقالون وباعة الحلوى. وفي وسط المدينة بني مسجده الشهير والمعروف بمسجد أحمد ابن طولون، وقد استعان في بنائه بمهندس قبطي، وكان قد طلب منه أن يبني له مسجدا يظل باقيا على مر الأيام والدهور ويتحدى حوادث الزمن. إن احترقت مصر بقى، وإن غرقت مصر بقى. فاتخذ له هذا المسجد الذي لا يزال باقيا حتى الآن بمأذنته الحلزونية ذات الطراز المعماري السامرائي وأحجاره الحمراء المصنوعة من الأجر، وقد تجنب إكساء أعمدته بالرخام لضعف مقاومته للنار. وفي الصحن الخارجي بني نافورة ذات قبة مذهبة لشرب المصلين فقط. أما وضوءهم فقد خصص لهم ميضاءة في أحد الجوانب القصية من الجامع حفاظا على طهارته ونظافته. كما ألحق به شراب خانة، وهي الصيدلية حاليا في الوقت الحالي، يعمل فيها بعض الخدم، ويجلس فيها طبيب يوم الجمعة لإسعاف المصلين وصرف الأدوية اللازمة لهم. وبجوار المسجد اتخذ أحمد بن طولون قصرا لسكناه وسكني حريمه وأهل بيته، وكان له أبوابا عديدة أهمها باب الصلاة، وهو الباب الذي كان يستخدمه أحمد بن طولون عند خروجه للصلاة، فضلا عن باب الميدان، وكان منه دخول الجيش وخروجه عند استعراض أحمد بن طولون له، فضلا عن باب الحرم وباب الزهومة أي الدسم، ومنه تدخل الأطعمة اللازمة لمطابخ السلطان. وكانت هذه الأبواب لا تفتح كلها إلا يوم العيد أو عند استعراض الجند أو عند توزيع الصدقات. وكان لأحمد بن طولون مجلسا في قصره يشرف منه على مدينته ورعيته، فينظر إليهم ويراقب أحوالهم ويتابع أمورهم. وبين القصر والمسجد اتخذ ميدانا فسيحا واسعا كان يجلس فيه أحيانا حين يلتقي بعماله وموظفيه يعرضون عليه تقاريرهم فيما يخص أعمالهم، ويلتقي فيه بذوي المظالم وأصحاب الحاجات. وفيه كان يتم تنفيذ الأحكام على المخالفين. كما كانت تجري فيه سباقات الخيل ومسابقات المبارزة والرماية والضرب بالصوالجة، وهي كرة يلعب بها بالمضرب من فوق ظهور الإبل. كما اشتهرت القطائع بأسواقها الرائجة ومبانيها الفخمة وشوارعها وطرقاتها، وكثرت فيها الحمامات والطواحين والحوانيت والأفران، فجذبت أعداد كبيرة للسكنى فيها، فاتسع عمرانها حتى اتصلت بالفسطاط. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.